السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا على خير وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم من جديد على قناة أمينة فود مع فيديو جديد. الوصفة أو الاقتراح ديال اليوم، قبل ما نبدا الفيديو بغيت نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينة المحفزة لينا. كنشكركم كنرحب بالناس اللي انضموا القناه جداد، مرحبا بكم، الف مرحبا. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما فيها باس، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجي قناتي فضلا وليس امرا. اليوم ان شاء الله غدا نحضر معكم شوربه هي فعلا بنينه لذيذه وسريعه في نفس الوقت. غير بقاو مع الفيديو من الاول حتى الاخير ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. بالنسبة هنا المكونات ديال الوصفة اللي غادا نحضروا، غادا نحتاجو هنا 4 الحبات يكونوا متوسطين ديال القرعه اللي كتكون طويله، كنقطعوها قطع اللي هما صغارين. كانت عندكم الحبه اللي هي كبيره كتعملوا غير 3. 2 ديال البورو، 2 حبات متوسطين ديال البطاطا اللي حتى هي مقطعه قطع اللي هما صغارين. ممكن اللي عندك حبه اللي هي كبيره كتعملي غير وحده. بصله اللي هي متوسطه قطع اللي هما مقطعه قطع اللي هما صغارين كذلك. كتوابل كنستعملوا سكينجبير، الملحه، والجبن اللي هو مكعب او مربع. بالنسبه للجبن كنحتاجوا منه 5 ديال القطع، ماشي الجبن مثلث، الجبن ديال الكيري كيجي ممتاز، كيجي بنين ولذيذ في هاد لاصوب اللي غادا نشارك معكم. بالنسبه للزبده غادا نستعملوا 3 المعالق ديال الزبده. ممكن السيده كتخلط ما بين او كتساوي ما بين الزبده والزيت البلديه. بالنسبه للحليب غادي نستعمل نصف اللتر ديال الحليب، يعني الحليب كنخليوه حتى الاخير لان كناخذوا منه القياس اللي حنا بغينا. كناخذوا هنا الطنجره ديالنا كنديروها على نار اللي متوسطه حتى تدبال لينا هذاك بورو والبصله مزيان كيدبال، وكنحسوش به بقى واقف كيدبال مزيان عا باش كنزيدوا المكونات اللي بقات لينا. كما سبق لي قلت لكم ممكن السيده تساوي ما بين الزبده وما بين الزيت البلديه، حتى انها تضيف واحد الفص ديال الثوم او بودره ديال الثوم. الا متوفر لها بودره ديال الثوم كتضيف واحد المعلقه اللي هي صغيره، حتى هي راه كتجي زوينه بزاف. انا ضفت هنا البصله وضفت بورو استغنيت عليها. صافي هنا كنحرك مزيان حتى تذوب لي هذيك الزبده. طبيعه الحال النار هي متوسطه حتى يدبال لي هاد بورو، كتدبال البصله ونزيد المكونات اللي بقات ليا. صافي هنا بعد ما هبطت البصله وهبط يعني بورو حتى هو هبط، كناخذ هنا القرعه الطويله كتكون شويه اللي هي ما فيهاش المذاق وما فيهاش واحد المذاق اللي هو زوين. كنحاولوا اننا نشحروها هي والبطاطا. طبيعه الحال البطاطا كتكون خضراء. كنشحروها مزيان مع هاد التوابل. ممكن انك تضيف الزعتر يابس حتى هو كيجي زوين بزاف، يعني ضيفيه غيجيك زوين. يعني خليه او خليه حتى الاخير، وبعد ما طحني الصوبه ديالك ضيفيه في الاخير. كناخذوا هنا واحد شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه، ما نكثروش الملحه لان البطاطا عندنا كتشرب، ربما الا كثرتوا الملحه تجيكم الحساء ديالكم او الصوبه ديالكم كتجي مالحه. صافي هنا كنشحر واحد المده ديال جهد واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، وكنضيف هنا الماء. كنضيف الماء حتى تغطى ليا البطاطا وكتغطى ليا هاد العناصر كامله، واحد شويه ماشي بزاف كيتغطاو ليا. صافي وكنغطي على الطنجره ديالي حتى طيب البطاطا وكطيب القرعه، ما كتبقاش لينا واقفه ومعنزه وباسله حتى كطيب لينا، وكتاخذ داك التوابل وكتشرب لينا داك الملحه وكتشرب هذاك المكونات كاملين العناصر اللي حنا ضفنا ليها. صافي هنا كنخلي على الطنجره ديالي حتى تغلى على هذا الشكل، خاصها تغلى وتشرب لينا هذاك الماء. يعني ما تخليوش الماء في الحساء ديالكم او الصوبه ديالكم تخليوش فيها الماء بزاف. صافي كنخلي حتى يشرب منها هذاك الماء مزيان. كترجع لينا على هذا الشكل، قد ما شربت الماء قد ما كتجي بنينه وكتجي لذيذه، ما كتجيكمش لاصوب ديالكم اللي هي باسله. كنضيفوا هنا واحد الكميه ديال الحليب. اللي بقى لينا غادا نخليوه في الاخير. نشوفوا الصبه ديالنا او الحساء ديالنا الا جانا عاقد كنزيدوا هكا الحليب. جانا اللي هو كنبغيو نحصلوا على واحد القوام اللي يكون خاسر وما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش جاري كثر من القياس. صافي هنا غادا نخليه حتى يغلى واحد المده ديال 5 دقائق ونطفي عليه ونمر باش نطحن الشوربه ديالي. كناخذوا هنا الكاس اللي كنطحنوا فيه العصير،
كناخدو بعد ما بردت او دفات لينا الشوربه صافي. هانتوما كيفاش كتبان لكم، يعني كنخليو فيها المرق ديال الحليب، هي غادا نطحنوها في هذاك الحليب اللي حنا ضفنا ليها. وكنضيفوا الجبن، يعني ما نساوش الجبن، قطع ديال الجبن، 5 الحبات ديال الجبن كنضيفوهم. صافي كنطحنوا مزيان. حنا بغينا نحصلوا على واحد الخليط او واحد القوام اللي كيكون كريمي، قد ما طحنت قد ما يعني كتحصلوا لواحد القوام اللي هو زوين بزاف في الشوربه ديالكم، في الصوبه ديالكم. هنا بعد ما طحنتها ممكن سيده كترجعها في الطنجره او كتغليها واحد المده ديال 2 دقائق حتى 3 دقائق. هنا قدمتها مباشره، كتجي رائعه بزاف، كتجي بنينه، كتجي كريميه، مذاق لا يقاوم. ان شاء الله غير جربوها وردوا عليا الخبار. اي تطبيق اللي جربتوه من وصفاتي خليوا لي في التعليق، يعني كحمسنا باش اننا نزيدوا هكا في الوصفات، كيشجعنا. يعني تعاليقكم زوينه محفزه لينا، راه كتزيدنا واحد الطاقه باش اننا نواصلوا في القناه، واخا بعض المرات كيجينا الاحباط لان ما كتكونش المشاهده، ولكن الحمد لله نتمنوا خير في القناه ان شاء الله. هنا قوام ديال لاصوب كيفاش كيجي، كتقدموها مع الزعتر، كتواتى معها بزاف، كتجي لذيذه في مائده الافطار. كنتمنى من الوصفه او الاقتراح ديال اليوم نال الاستحسان ديالكم. مع السلامه ان شاء الله مع فيديو او وصفه على القناه ان شاء الله. السلام عليكم.